اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وسلم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمله اكله سمك كده مشوي. معايا جبت سمك هنا، نضفته وفتحت بطنه. بص البطروخ بتاع السمك، وغسلته كويس كده. كله عملته بنفس الطريقه. المهم، ومعايا هنا بصلايه وكام فص توم وقرنين فلفل وعود كزبره على شبت وطماطم مقطعاها، وهننزل بعصره ليمونه كده. ودي رد عشان نشوي بيها السمك. وهنعمل ده رز وعدس عشان نعمل كشري اصفر. نسمي الله بقى، بسم الله الرحمن الرحيم. احط حبه كمون اهو، وهنزل بالملح. مش كتير الملح، ما كترش في جواه يعني الملح، بس وهدعك بقى ايه ده كله ايه مع الليمون كده اهو. وهنعمل بقى طبق سلطه خضراء حلو كده اهو. هنسمي الله بقى بس كده اهو، ونروح ايه حشينه كده. هحشيه كله بقى ايه بنفس الموضوع كده، ونرجع مع بعض اهو. بصوا بقى يا جماعه، حطيت الصينيه تسخن اهي. هرش حبه رده بس كده، وببدر كده ايه السمكيه، وبسم الله الرحمن الرحيم. وانزل كده في الصينيه اهو، ببدرها كويس كده، واروح نازله برضو ايه كده في الصينيه. هكمل انا بقى كله، ونرجع ايه مع بعض اهو. بصوا بصوا بقى يا جماعه، انا هدق توم وفلفل وهعصر عليه ليمون. هدقه ونرجع مع بعض اهو. هنا بقى حطيت حبه زيت، بسم الله الرحمن الرحيم، وحطيت العدس على الرز. وهشوحه بقى كويس، وبعد كده ننزل بالايه بالميه. هنزل بقى بالملح، وهشوحه بقى كويس كده مع الزيت. ده نص كيلو ولا حاجه بسيطه عدس على كيلو رز. طبعا زي ما انتوا عايزين يعني. هشوحه بس كده كويس ونرجع لكم اهو. بقى يا جماعه انا شوحته اهو كده حلو. هنزل بقى بالميه المغليه، احط عقده بقى طبعا يستوي بس كده. ونروح بقى ايه نملح السمك سوا، بس هسيبه يستوي بقى. اول ما يشرب ميته هوطي عليه واسيبه ايه يستوي اهو. يا جماعه انا حطيت هنا توم وفلفل ودقيتهم بملح، وهنزل بمعلقه كمون، وهنزل بليمونه، واحط قشرها هنا على السمك هنا. نص الليمونه ده كده على السمك نفسه كده. وانا عصرت واحده برضو ايه لما طلعته من على النار. ودوب بقى الملح كده كويس، اعمل الحب بتاعه يعني اظبطه. الكشري بقى على النار اهو بيستوي. وعملنا حبه سلطه خضراء حلوين كده اهو. هنزل بقى ايه اشرب بقى السمك ده كده بالميه بتاعته دي كده. اشربه كويس انا، وافضيه تاني واشربه كويس، ونرجع مع بعض اهو. بقى يا جماعه خلصنا فطرنا اهو. بصوا الكشري الاصفر جميل ازاي ومفرفر وجميل. احنا عملناه بالزيت عشان احنا هناكله مع السمك. هيعجبكم جدا لما تجربوه مع السمك المشوي، بيبقى طعمه حلو. وده السمك اللي شويناه مع بعض، عملنا له التتبيله وهيعجبكم برضه لما تجربوه. عملنا سلطه خضراء، وغسلت جرجير جنب الاكل، وعملت عصير مانجا وبلح. وده كان فطارنا النهارده. لو عجبكم الفيديو متنسوناش بالاشتراك اللي مش مشترك، وخدوا لكم كده جوله في القناه ان شاء الله هتعجبكم، وكومنت حلو منكم.
واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.